السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض السينابون بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا، بطريقة أشهر المحلات. هتجربوا الطريقة بتاعتي وهتعتمدوها. أنا معتمداها بقالي سنين كتيرة ما بغيرهاش. طريقة سهلة وبسيطة، وهنعمل التوبينج كمان بتاع السينابون بطريقة ولا أروع، من غير جبنة كريمي ومن غير مكونات غالية وحاجات كتير. وكمان السينابون هنعمله من غير بيض ومن غير مكونات مكلفة، هنعمله بطريقة اقتصادية جدا وسهلة جدا جدا. شايفين شكله عامل ازاي؟ بجد يستحق التجربة. والعجينة هشة وخفيفة زي الغيمة، عاملة زي القطن يا جماعة من كتر ما هي خفيفة. يلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على أشرف خلق الله، ونبدأ في الطريقة بتاعتنا على طول. بسم الله. أول حاجة أنا معايا كوباية من الحليب يكون دافي زي دمعة العين كده. هضيف عليه معلقة كبيرة من الخميرة الفورية أو الخميرة بيرة، اللي هي الخميرة البلدي دي أو دي، الاتنين ينفعوا. وهضيف 3 معالق كبار من السكر. النص كيلو دقيق بياخد 3 معالق من السكر. وبعدين هضيف كيس من الفانيليا، بيدي ريحة حلوة قوي قوي للعجينة. خلوا الفانيليا يا جماعة بودر، بلاش فانيليا سايلة عشان بتغير طعم العجينة خالص. فانيليا بودر بتخلي طعمها رهيب. ومعايا ربع كوباية من الزيت، ما نكترش زيت عشان العجينة ما تكونش ناشفة. ربع بس كوباية كده من الزيت يكون ريحته حلوة. وبعدين هقلبهم كلهم مع بعض، وبعدين بقى اضيف كوبايتين من الدقيق بالكوبايه المعياريه. عايزه تعايري بالمعلقه عايري، عايزه تعايري كده بالكوبايه تحطي الكوبايه في قلب الكيس عايري. انا عايرت اول كوبايه بالمعلقه زي ما انتم شايفين كده، وتاني كوبايه هبدا ان انا اعايرها من الكيس. المهم الكوبايه ما تكونش يعني متكبسه قوي، الدقيق ما يبقاش متكبس، لا اكون معايره كده. الدقيق يكون خفيف في قلب الكوبايه عشان المعيار يطلع مظبوط. ومعايا ذره بسيطه جدا من الملح. وبعدين بقى هعجن العجينه دي كويس جدا. طبعا كل نوع دقيق بيختلف في شربه للسوائل، يعني في دقيق بيشرب سوائل كتير وفي دقيق لا ما بيشربش سوائل. فهنا خد معايا كوبايتين وربع من الدقيق. ممكن ياخد معاكي كوبايتين بس، ممكن ياخد معاكي اقل كمان من كوبايتين. خلاص، ده على حسب نوع الدقيق يا جماعه وشربه للسوائل. فاحنا بنضيف الدقيق شويه بشويه كده لحد ما العجينه تظبط معانا. اهم حاجه العجينه تتعجن كويس جدا جدا جدا، دي اهم نقطه. هتقولي طب عجينه السينابون بيتحط فيها زبده. طب ما احنا مستخدمين حليب بلدي فيه قشطه وفيه دسامه عاليه، فهيدينا الطعم المطلوب. خلاص، انا هعجن العجينه دي كويس جدا لحد ما وشها يبقى ناعم ملساء كده. لازم تلتي وتعجني في العجينه كويس قوي. بجد يا جماعه الطريقه دي والعجينه دي مظبوطه 100%. هتطلع معاكوا السينابون 10/10. بقول لكم انا معتمده الطريقه دي بقالي سنين كتير، عمري ما فكرت اغيرها. بتطلع لي نفس النتيجه اللي بشتريها من بره. بعد ما عجنت العجينه كويس، هبدا كده ان انا احطها في الطبق اللي انا بدات اعجن فيه، وابدا ان انا اغطي الطبق واسيبها تخمر لمده نص ساعه. مش عايزاها تخمر قوي، يعني الخميره تمشي فيها بس كده، بلاش نسيبها كتير عشان ريحتها ما تبقاش خميره. تعالوا بقى نحضر الحشوه بتاع السينابون. معايا سكر، معايا حوالي نص كوبايه من السكر، معلقه كبيره مليانه من الكاكاو الخام الغير محلى، ومعلقه ونص كبار من القرفه. خلاص، سكر قرفه كاكاو، سكر قرفه كاكاو، بس كده. خلاص، وطبعا المقدار اللي انتوا عايزينه على حسب ما انتوا بتحبوا ايه اكتر، وقلب كله بقى مع بعضه كده. يعني بتحبوا الكاكاو اكتر القرفه اكتر على حسب ما انتوا عايزين. العجينه طبعا سبتها ترتاح، بلاش نقول تخمر عشان احنا ما سيبناش كتير، سيبناها بس حوالي نص ساعه الخميره مشيت فيها عشان اقدر افردها. هبدا كده ان انا اغلف الرخامه كده كلها بالدقيق عشان العجينه ما تلزقش. العجينه مظبوطه جدا، ملمس العجينه يا جماعه لا بتبقى ناشفه قوي ولا بتبقى طريه اللي هي ميه زي السايله كده، لا العجينه طريه بس في نفس الوقت ماسكه نفسها. هبدا كده ان انا افردها بالنشابه على شكل مستطيل. سهله جدا مادام سيبنا العجينه ترتاح، ما نخافش خالص، هتلاقيها بتتفرد معاكي بمنتهى السهوله.
لحد كده احنا ماشيين الخطوات مظبوط، هتلاقوا النتيجة بتاعتكم زي ما انا ماشية كده. خلاص. وبعدين هبدأ ان انا بقى عشان الحشوة تثبت على العجينة لازم ادهنها باي مادة دهنية. انا دهنتها بسمنة بلدي. حابة تدهنيها بزبدة ادهنيها بزبدة، حابة تدهنيها بسمنة زي ما انا عملت زي ما انت عايزة. خلاص. قدامك حلول كتير واللي تحبيه اعمليه. وبعدين هبدأ ان انا اوزع الحشوة كده على العجينة كلها، بس بلاش نوصل للطرف، يعني بلاش نوصل بالحشوة لحد الطرف الاخير، نسيب بس حتة صغيرة كده من الطرف اللي هنقفل من عندها. وبعدين ابدأ ان انا اثبت كده الحشوة بايديا او بالنشابة، بس انا ما حبيتش استخدم ايديا فحطيت النشابة، استخدمت النشابة كده عشان اثبت الحشوة. وبعدين ابدأ ان انا الف السنابون. بلاش نلف السينابون المسافات تكون واسعة، لا الفه الرولة بتاعته تكون رول مضغوط عشان يبقى شكله كده منتظم واللفائف بتاعته تكون مظبوطة. ولازم نقفل الطرف كويس جدا 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 عشان ما يفتحش مننا لا هو بيخمر ولا هو بيستوي. ابدأ كده ان انا اقطع حجم، يعني احدد حجم السينابون اللي انا عايزاه عشان ابدأ ان انا اقطعه. انا بقطع يا جماعة السينابون بالدبارة او بالخيط. شايفين شكله عامل ازاي؟ تحفة. بلاش نقطعه بالسكينة عشان بتبوظ شكله، نقطعه احسن بالدبارة او بالخيط، بيبقى شكله منتظم وحلو والعجينة بتبقى مظبوطة. خلاص. نشيل بس الاطراف كده ونبدأ بقى ان احنا نجيب صينية ندهنها دهنة بسيطة من الزيت او السمنة، انا دهنتها سمنة. خلاص. وبعدين ابدأ ان انا احط فيها بقى السينابون. شايفين بقى شكل السينابون عامل ازاي؟ بجد حاجة كده قمر، شكله لوحده كده تحس ان انت عايز تاكله هو لسه عجين، شكله فظيع. بس بنضغط عليه ضغطة بسيطة كده زي ما انتم شايفين، ونبدأ ان احنا بقى نغطيه ونسيبه يتخمر لمدة ساعتين 2 عشان احنا في الشتاء، فبنغطيه ونسيبه لمدة ساعتين يتخمر. تعالوا بقى نحضر الصوص. الصوص من غير جبنة كريمي وبجد طعمه خطير، هتحبوه جدا وهتعملوه في حاجات كتيرة قوي مش بس السينابون. معايا نص كوباية من الحليب البودرة من اللبن البودرة، وكمان نص كوباية من السكر البودرة، ونص كوباية من الكريم شانتيه الخام غير محلى، ونص كوباية من الحليب، ونص كوباية من الزيت. بضيف ربع الاول والربع التاني بضيفه وانا بضرب الخليط. ومعايا كيس من الفانيليا واضربه كويس جدا مع بعض في الخلاط. اول ما بينضرب كده بتحسي ان هو خفيف شوية، مجرد ما بيتحط في التلاجة بيتقل، ما تقلقوش خالص. تمام. عشان بس من كتر الضرب فبيبقى الخليط سايل شوية من السخونة بتاع الخلاط، ولكن لما بيتحط في التلاجة قوامه بيتقل. بجد والله يا جماعة احلى صوص هتجربوه، تحس ان هو فيه شوكولاتة بيضة خام كده، واحلى من طعم الشوكولاتة البيضة كمان. الصوص طعمه تحفة. السينابون يخمر لمدة ساعتين 2 طبعا عشان الجو سقعة، فانا سبته يخمر ويضاعف حجمه كده مرة كمان. وبعدين سويته. التسوية بتاع السينابون يا جماعة بيستوي على اعلى درجة حرارة، على درجة حرارة من 200 ل 220. خلاص. على حسب بقى درجة حرارة الفرن اللي عندك، بس المهم بيستوي على درجة حرارة عالية، سواء فرن غاز او فرن بوتاجاز. لازم يستوي على درجة حرارة عالية. واول ما احس ان هو بدأ ان هو ياخد لون كده ويلون، ابدأ ان انا هدي النار شمعة عشان ياخد لون موحد زي ما انتم شايفين كده. شايفين بقى شكل السينابون؟ بجد تحفة. ولا ريحته بقى وهو بيستوي حاجة كده رهيب، بجد والله تحفة. بصوا بقى السينابون لسه دافي كده معايا، فببدأ ان انا احط مقدار من الصوص او التوبنج بتاعه. بحط مقدار بسيط على كل واحدة سينابون، معلقة. خلاص. عشان بس يبقى طري كده ويتشرب الصوص. واول كده ما السينابون يبرد ويمسك نفسه، ابدا ان انا احط بقى عليه التوبنج عشان التوبنج يثبت عليه. شايفين بقى شكله عامل ازاي؟ حاجه كده تحفه. ريحه القرفه في البيت يا جماعه رهيبه، بجد كل اللي ما بيحبش القرفه لو جرب السينابون هيدمنه. تحفه جدا جدا جدا. وبصوا بقى كل ما يتحط في التلاجة كل ما طعمه بيبقى احلى واحلى. العجينه هشه وخفيفه زي القطن، العجينه خفيفه جدا، وريحته بقى حاجة كده يا جماعة جنان. والعجينة تحفة والقرفة مدية طعم رهيب. بجد والله يا جماعة لو جربتوا السينابون ده استحالة تشتروه من بره تاني ابدا.
ونحط بقى عليه اي صوصات بقى انتوا بتحبوها، فراولة، كراميل، شوكولاتة، اي حاجة. وهو مش محتاج اي حاجة اصلا، يعني الشكل الكلاسيكي بتاعه بس بالصوص الابيض كده، مش محتاج اي حاجة تاني. طعمه يجنن، جربوه وباذن الله هيعجبكم قوي قوي قوي. هو بيتاكل دافي كده، بيبقى طعمه خطير. وبس كده الفيديو بتاعنا خلاص خلص. يا رب يكون عجبكم والطريقه تكون سهله وبسيطه، واشوفكم في فيديوهات جايه كتير على خير باذن الله. والسلام عليكم، وكل سنه وانتم طيبين وبالف خير.